تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة شوية بتنجان مخلل بجد عظمة. طبعا سندوتش الطعمية والبطاطس ما يحلاش غير بالبتنجان والله، واكلات كتيرة بجد. طريقة سهلة وبسيطة، وبصوا قلبه هيطلع ابيض كده واسهل من السهولة. تعالوا اوريكم انا عملته ازاي باسهل طريقة ممكن تشوفيها. انا هنا جبت كيلو من البتنجان. شوفي بقى انت عايز تعملي كيلو، نص، ربع، براحتك بقى. شوفي الكمية المناسبة ليكي واعمليها. وهقشره كده، يعني هشيل القمع، انا مش هشيله بالسكينة. لو بيفرق معاكي ان قلبه يبقى ابيض بعد ما تخلليه، هي الطريقة دي. البتنجانة ما تتفتحش، تشيلي كده القمع كده، هو بيتشال على فكرة بمنتهى السهولة. تشيليه كده بس، وبعدين نغسل البتنجان بقى ونسلقه. انا هنا جبت طبعا شلت كله كده وغسلته وايه وهسلقه. عقبال ما اسلقه تعالوا نعمل مع بعض ايه التتبيلة. جبت فلفلاية رومي كده، وده سبايسي، يعني واحدة خضرة سبايسي وواحدة خضرة عادي رومي، ومعلقة كبيرة مليانة من التوم، ممكن يبقوا معلقتين براحتك بقى. خلاص، وايه، وتلات اربع معالق من الخل وزيهم ليمون. يبقى فلفل وتوم وليمون وخل، وطبعا هننزل بكمية ملح مناسبة وكمون. انا هحط على التتبيلة ملح وكمون فقط لا غير، مش هحط حاجة غير كده. هنضربه بقى كده، بس انا حسيت ان هو عايز ايه فلفل اخضر كده عشان لونه يبقى مخضر شوية، فحطيت واحدة كده. وهنضرب بقى الكلام ده، وهتاخدي اسهل واحلى تتبيلة وبجد طعمها تحفة. خلاص احنا ما حطيناش زيت ولا اي حاجة. انا هنا هطلع بقى البتنجان، هو كده يعتبر ايه استوى زي ما انتوا شايفين كده. انا هحتفظ بميته، يعني مش خلي ميته كده، هنحتاجها هقولك هنحتاجها في ايه. خلاص انا هطلع البتنجان كده بشيالة وهسيبه لغاية اما يهدى. يعني انت عايز تعمليه سخن اعمليه، بس هو لما يهدى مش هيجرى اي حاجة لما يهدى عشان نعرف نخلله. خلاص سيبته كده لغاية اما برد تماما، وفتحته كده بالسكينة وحشيته زي ما انتوا شايفينه بالخلطة التحفة دي. بصوا بقى انا هنا عايزة افتح واحدة كده اوريكي. بصي قلبه ابيض تحفة ليه؟ عشان احنا واحنا بنسلقه، انا ما شلناش يعني ما فتحناش البتنجانة زي ما يعني شلنا القمع كده بايدينا، ما استخدمناش السكينة، فطلع بقى قلبه ابيض زي ما انت شفت كده. وبجد طريقة تحفة. خلاص عملت بقى كل الكمية كده. هاخد بقى معلقتين صغيرة من التتبيلة كده على حبة زيت، عشان هنا الزيت مادة حافظة، عشان يقعد زي ما يقعد في التلاجة لغاية اما ايه يخلص ما يبص. وهنزل بقى بمية البتنجان اللي احنا كنا سالقين فيها البتنجان. يبقى خدت معلقتين من التتبيلة على مية البتنجان على ايه، على شوية زيت. وهنزل بقى فيهم على البلاستيكة اللي احنا عملنا فيها البتنجان كده. وخدي شوية بتنجان مخلل بجد تحفة. بس ظبطي ميته، يعني ظبطي الملح بتاع ميته. يعني لو حاسة ان المعلقتين دول مش كافيين على كمية المية، يبقى زودي ملح عشان ايه الطعم يظبط معاكي. وهتاخدي احلى شوية بتنجان بجد عظمة. هنا كان تاني يوم كده سبته، يعني سبته من بالليل للصبح في التلاجة كده. وخدوا بقى شوية بتنجان ادعولي عليه. وبس كده حبايبي خلص.